أحيانا نجد على مواقع التواصل الاجتماعي مؤرخين عرب وهم يتحدثون عن تاريخ الكردي وأصل لغته. وقبل فترة تم تداول فيديو للمؤرخ العراقي خزعل الماجدي وهو يتحدث عن هذا الموضوع. لنرى معا هل آراء الدكتور يعتمد على أدلة علمية أو آراءه الشخصية عن الموضوع. مثلا عن اللغة الكردية وحروفها يقول خزعل الماجدي: هل هناك حرف كرد دونت اللغة الكردية مثلا؟ حتى ما موجود. كتب ابن وحشية الكتاب قبل 1200 سنة. عندما يصل ابن وحشية إلى اللغة الكردية في كتابه يقول: صفة قلم آخر من الأقلام القديمة وفيه حروف زايدة عن القواعد الحرفية تدعي الأكراد وتزعم إنه القلم الذي كتب به بنوشات وماسي السوراتي جميع علومهما وفنونهما وكتبهما بهذا القلم، وهذه صورته كما ترى. يعرض ابن وحشية الحروف الكردية، ويقول ابن وحشية إن الأكراد زعموا إن ماسي سوراتي وبنوشات كتبا جميع علومهما باللغة الكردية، وماسي سوراتي وبنوشات هما علماء القدامى لوادي الرافدين. ابن وحشية يكتب عنهم بالتفصيل في كتبه الأخرى. يستمر ابن وحشية بالكلام عن اللغة الكردية والكتابة الكردية ويقول: وباقي هذه الحروف لم وجدنا لها نطق ولا مثال في لغة ولا قلم، وهو من الأقلام العجيبة والرسوم الغريبة. وقد رأيت في بغداد في ناووس من هذا الخط نحو 30 كتابا، وكان عندي منها بالشام كتابين: كتاب في أفلاح الكرم والنخل، وكتاب في علل المياه وكيفية استخراجها واستنباطها من الأراضي المجهولة الأصل، فترجمتها من لسان الأكراد إلى اللسان العربي لينتفع بها أبناء البشر. كما ترون ابن وحشية يقول إن الحروف الكردية من الحروف العجيبة، وهو يقول رأى في بغداد 30 كتابا، وكان عند ابن وحشية كتابين عندما كان في الشام، فترجم الكتابين العلميين الكتب الكردية العلمية إلى اللغة العربية حسب لسان ابن وحشية حتى يستفيدوا منها البشرية. فكتب الكردية كانت موجودة في بغداد قبل 1200 سنة، وابن وحشية بصورة واضحة يبين هذا في كتابه. فاللغة الكردية كانت مثل كما نرى كانت اللغة الكردية لغة العلم قبل 1200 سنة حسب ابن وحشية. وهنالك الحروف اليزيدية الكردية كتبت بها النصوص الدينية الكردية اليزيدية مع بعض الأشعار كما نرى في الأمثلة. هذه الحروف الكردية اليزيدية التي كتبت بها النصوص الدينية، فهناك كتاب مصحف رش، المصحف الأسود، وكتاب الجلواء، الكتب المقدسة اليزيدية، واستخدم هذه الحروف اليزيدية في كتابة النصوص الدينية اليزيدية، وهناك أشعار مكتوبة بالحروف اليزيدية أيضا. هذا نموذج الشاعر الكردي اليزيدي الشيخ حسن الهكاري، كتب أشعاري قبل أكثر من 700 سنة، وكما ترون هنا الحروف اليزيدية استخدم لكتابة الأشعار الكردية اليزيدية قبل أكثر من 700 سنة. وهناك كتب كثيرة ونصوص كثيرة. مثلا هذا كتاب تاريخ الأدب الكردي للبروفيسور مارف خزندار في 7 أجزاء.
يعرض الكاتب الأدب الكردي العريق، وهنا نرى نماذج قديمة للأدب الكردي. مع الأسف خسعل الماجدي لا يعرف شيئا عن هذا الأدب، لذلك يقول اللغة الكردية لغة غير مدونة، كما عرضنا الأمثلة ورأينا أن الكتب الكردية كانت موجودة في بغداد، وكتب علمية كردية ترجم إلى العربية حسب المصادر التاريخية. وهناك كتب كثيرة عن تاريخ الأدب الكردي، مثلا هذا كتاب تاريخ الأدب الكردي للدكتور صديق بوركي في 3 أجزاء. هو أيضا يعرض نماذج للأدب الكردي القديم الذي لا يعرف عنه عن هذا الأدب الدكتور خسعل الماجدي. فعند الخزعل الماجدي اللغة الكردية غير مدونة لأنه لا يعرف عنه شيئا. خسعل الماجدي لا يعرف أن اللغة الكردية لغة مدونة ولها نصوص قديمة، مع ذلك يستمر ويتحدث عن مواضيع أخرى متعلقة بالكرد. مثلا عن أصل الكرد يقول خسعل الماجدي: الأكراد هم الأكراد فقط لا غير، نقطة على السطر، لا هم ميديين. كما رأيتم يقول الدكتور إن الأكراد أكراد لا غيرها، لا ميدين ولا غيرهم. فلنرى الأدلة التاريخية معا. هنالك عشرات من المصادر تؤكد كردية الميدين. مثلا هذا نأخذه كمثال، هذا كتاب The Cambridge History of Iran, The Seleucid, Parthian and Sassanid Periods، تاريخ كامبريدج لإيران، الجزء الثالث، فترة السلوقية والساسانية. في هذا الكتاب هناك موضوع عن كتاب قديم اسمه كارنامه أردشيري بابكان، كتاب أعمال أردشير بابكان. هذا الكتاب كتب قبل الإسلام باللغة البهلوية، ويعرض الكتاب تفاصيل حياة أردشير والساسانيين، وفيها جزء عن محاربة أردشير للكرد. فالكتاب البهلوي اللي كتب قبل الإسلام يقول يحارب أردشير الأكراد الذين يطلق عليهم أيضا الميدين، وهذا موجود في صفحة 1188. والكتاب يؤكد كردية الميدين. هناك كتب أخرى أيضا، مثلا هذا صفحة من كتاب زهرة تاريخ الشرق، كتب باللغة الفرنسية من قبل المؤرخ الأرمني حيتوم الكرياكوس قبل حوالي 700 سنة. وعنوان الكتاب لا فلور دي هيستوريز دي أورينت، زهرة تاريخ الشرق. الكتاب يعرض تاريخ الشرق، من بينها جزء عن مصر وتبادل السلطة فيها. عندما يصل إلى الموضوع يقول الكاتب الأرمني حيتوم الكرياكوس قبل 700 سنة: المملكة المصرية وكيفية تبادل السلطة فيها. وكان البيزنطيون يسيطرون على مصر من خلال القادة والإداريين الذين كانوا يجمعون الضرائب ويرسلونها إلى الإمبراطور. لقد حكموا حتى عام 704، لكن المصريين الذين لم يرغبوا في تحمل مثل هذا العبء استسلموا للمسلمين واختاروا سيدهم من آل محمد واسمه خليفة، وجميع أسيادهم دعوا خلفاء. لقد احتفظوا بهذه السيادة لمدة 347 عاما، ثم احتل هؤلاء الميديون الذين يطلق عليهم الأكراد سيادة مصر. هنا بصورة واضحة يقول المؤرخ عن الأيوبيين، الدولة كيف الدولة الأيوبية أخذت السلطة من الفاطميين، ويسمي الميديين الأكراد. فهذا
كتاب بصورة واضحة يبين لنا أن الميديون هم الأكراد. هناك مئات من المصادر يؤكد نفس هذا الموضوع. مع الأسف كما سمعنا الدكتور خزعل الماجدي لا يعرف عن هذه المصادر القديمة، لذلك يعتمد على أفكاره الشخصية للكلام عن الميديين وعن الكرد. مشكلة خزعل الماجدي إنه يتحدث عن مواضيع متنوعة متعلقة بتاريخ الشرق الأوسط. مثلا هنا هو يتحدث عن الميديين بصورة قاطعة كما نرى في الفيديو. ما يسمى حتى الحضارة، ما يسمى بين قوسين حضارة ميدية، لا توجد حضارة ميدية، ما عندنا أي أثر إلها على الإطلاق، على الإطلاق، لا لغة ولا بناية ولا كتب، أي شيء ما موجود. هي جزء من الحضارة، شيء كان هو اسمه الحضارة الفارسية. كما رأينا معا، يقول الدكتور ليس هناك أي حضارة ميدية، لا بناية، لا لغة، ولا أي أثر للميديين. فلنرى المصادر التاريخية معا. هذا كتاب عن اللغات القديمة. عنوان الكتاب Iranica in the Achaemenid Period. ففي هذا الكتاب كتاب أكاديمي عن اللغات القديمة، صادر عن دار بريل، إحدى المراكز النشر الأكاديمية العالمية. الكتاب من تأليف الباحث اللغوي تافرني. ونرى في الكتاب من بين اللغات القديمة لغة الميديين، فهناك مئات من الكلمات والتعابير الميدية في هذا الكتاب الذي نشر سنة 2007. ونرى في هذا الكتاب نماذج للغة الميدية، والكاتب باحث ومختص في اللغات القديمة. حسب هذا الكتاب اللغة الميدية موجودة، لأن الكاتب بصورة واضحة يكتب داخل الكتاب هذه نماذج للغة الميدية. بس كما سمعنا خزعل الماجدي كان يقول أن اللغة الميدية غير موجودة. فهنا نرى نماذج واضحة للغة الميدية. أخذنا مجموعة من النماذج من هذا الكتاب، نماذج من التعابير الميدية المتعلقة بالخيول والأحصنة. مثلا هذا يقول أسبانجيرة، أو بالكردي نفس التلفظ أسبانجيرة، ذو أحصنة ذكية، يعني وراء 2700 سنة نفس اللغة ونفس المعنى. خرب أسبة وخرب أسبة حصان سمين، وزري أسبة زري أسبة ذو أحصنة ذهبية اللون، برو أسبة أو برا أسبة مليئة بالخيول، أسب أستا أسب أستي عظم الحصان. كما نرى هنا هذه النماذج يبين العلاقة بين اللغة الكردية والميدية، والترجمة قام بها باحث عالمي للغة الميدية، ونرى مقابلها باللغة الكردية متطابقة كاملة بعد 2700 سنة. وهذا بحث آخر مكتوب لغة الميديين. البحث نشر من قبل البروفيسور واللغوي البريطاني ماكنزي في عام 1959 في المجلة العلمية Bulletin of the School of Oriental and African Studies. في هذا البحث يكتب اللغوي عن مخطوطة قديمة حصل عليها في إحدى الكنائس في أرمينيا. يكتب الباحث في البحث عن مخطوطة أرمنية من القرن الخامس عشر، تم نسخه في النصف الأول من القرن الخامس عشر بين سنة 1430 و 1446 من نسخة أصلية أقدم بكثير.
في المخطوطة الأرمنية هنالك صلاة دينية مسيحية قصيرة محفوظة ب7 لغات مختلفة، مكتوب على إحدى النسخ لغة الميديين، والبقية مكتوبة باليونانية والسريانية والجورجية والفارسية والعربية والتركية. فنرى في الكتاب اللغة الميدية كنموذج للصلاة مسيحية مكتوبة باللغة الميدية. لغة الميديين في المخطوطة هي مالي: باكش خده، باكش زام، باكش ومرك، كوي هاتي خاج، اسكر من رحمته، قدوس الله، قدوس القادر، قدوس الخالد الذي صلب من أجلنا، ارحمنا. المخطوطة مكتوبة باللغة الكردية. كما نرى هنا ما سمي باللغة الميدية في المصادر القديمة هي اللغة الكردية. يعني هذه المصادر تثبت وتؤكد أن اللغة الكردية هي لغة الميديين. هناك مصادر كثيرة، مع الأسف خزعل الماجدي لا يعرف عن هذه المصادر، لذلك كما قال إن ليس هناك اللغة الميدية. طبعا هذا يؤكد عدم معرفة خزعل الماجدي، عدم معرفته عن لغة الميديين، ويؤكد أن خزعل الماجدي يعتمد على أفكاره الشخصية للكلام عن الحضارات القديمة، وليس على مصادر علمية تاريخية. كما رأينا خزعل الماجدي لا يعرف أن هناك لغة ميدية وهناك مصادر تاريخية وعالمية وأكاديمية تثبت ذلك. مع ذلك يستمر ويقول ليس هناك أي أبنية ميدية. طبعا حسب خزعل الماجدي ليس هناك أي أبنية ميدية، لكن المصادر العلمية والمصادر التاريخية تؤكد عكس ذلك. مثلا هذا بحث باسم The Citadel of Ulughdaba and the Median Force in Western Iran، قلعة أولوغدبا والقلاع الميدية في غرب إيران، أي المناطق الكردية، أي كردستان الشرقية أو كردستان إيران. هذا البحث نشر في The Archaeology of the Historical Period in Iran. فالبحث علمي ويثبت وجود قلاع ميدية. في داخل هذا البحث نرى تفاصيل القلاع والخرائط. مثلا هذا قلعة جودين تبا، وهي أحدى القلاع الميدية في كردستان الشرقي، كردستان الإيران. وهنا في الخريطة نرى تفاصيل الخريطة، الأماكن داخل الخريطة، كما يشرح البحث. وهذا بصورة واضحة يؤكد وجود قلاع ميدية في الكردستان، وسماها الباحثين قلاع ميدية. وهذه صورة، كما نرى هذه صورة للأعمال التنقيبات في إحدى القلاع الميدية في كردستان. مرة أخرى هذه خريطة أخرى لقلعة نوشيجان، قلعة في الكردستان الشرقية، والتفاصيل كما نرى موجودة أمامنا. وهذه الأبحاث تؤكد وجود القلاع الميدية. ومع الأسف الدكتور لا يعرف عن هذه القلاع، لذلك يقول ليس هناك أبنية ميدية. وهذا بحث آخر، تبا نوشيجان The Median Settlement، تبا نوشيجان المستوطنة الميدية. كما نراها الترجمة تؤكد وجود مستوطنة ميدية، والتنقيبات أجريت في هذه المستوطنات الميدية.
والباحثين كتبوا عنه في المجلات العلمية التاريخية، وهذه القلاع معروفة للباحثين. هذه صور داخل القلاع الميدية في الكردستان الشرقية. كما نرى هنا تفاصيل القلعة والغرف، وهنا صور أخرى ونرى رجل واقف، وهنا أفلام وأفلام وثائقية عن القلاع الميدية. كما نرى هنا التفاصيل داخل القلعة الميدية والأعمال تنقيبات جارية، وهنا نرى الباحث يشرح تفاصيل القلعة للمشاهدين. وهنا كما نرى صنعوا نموذج للقلعة، وهنا نرى مجموعة أخرى من الباحثين، ومرة أخرى يشرح الباحث تفاصيل القلعة الميدية. فهذا يثبت أن القلاع الميدية موجودة. وهنا نرى باب وحفر، فالتفاصيل سجلت من قبل علماء الآثار، وهذه الأعمال بدأت في سنة نهاية الستينات وبداية السبعينات في الكردستان الشرقية. وهنا نرى الفيلم الوثائقي عن الأعمار في داخل القلاع الميدية. وهنا نرى صورة واضحة مكتوب Into the Median Squatter Settlement، المستوطنة الميدية، مكتوبة باللغة الإنجليزية. وهنا نرى مجموعة من الباحثين يقومون بأعمال تنقيبات في القلاع الميدية. فهذه كلها تثبت أن القلاع الميدية موجودة. فليس القلاع فقط موجودة، هناك دراسات عن الفن الميدي، وهناك كتب مكتوبة عن الفن الميدي ومعروف. هذا الفن معروف للباحثين. هذا كتاب The Art of the Medes، أي كتاب فن الميديين، تأليف هوشنغ محموبيان. نشر الكتاب في 2003 من قبل دار النشر فيليب ويلسون ببلشرز ليميتد. الكتاب يؤكد وجود فن ميدي، وداخل الكتاب هنالك نماذج للفن الميدي الذي يبين عراقة هذه الحضارة الكردية القديمة، أي الحضارة الميدية. هنا نرى نماذج للكؤوس والحيوانات، كما نرى التفاصيل للصحون والحيوانات. هاي كلها نماذج مأخوذة من داخل هذا الكتاب عن الفن الميدي. هناك نماذج أخرى كما نراها هنا. هذه النماذج تؤكد عراقة هذه الحضارة كما نراها هنا. مشكلة خزعل الماجدي إن له فهم بسيط للحضارة، لذلك يقول ليس هناك حضارة ميدية، إنها حضارة فارسية. لنرى المصادر معا، هل هذه الحضارة ميدية الأصل أو فارسية الأصل؟ كما سمعنا في الفيديو، يقول خزعل الماجدي أنه ليس هناك حضارة ميدية، إنها كلها حضارة فارسية. طبعا هذا فهم بسيط جدا لأصل الحضارات، ويؤكد أن الدكتور خزعل الماجدي لا يعرف عن تاريخ الحضارات، لأن هناك مصادر تاريخية يؤكد تأثير الميديين على الفرس. مثلا قبل 2000 سنة يقول المؤرخ والجغرافي اليوناني سترابو، يقول: وكثير من عادات الميديين هي نفس عادات الأرمن لتشابه البلاد التي يسكنونها، لكن الميديين
كانوا أول من نقلها إلى الأرمن، وقبل ذلك إلى الفرس الذين كانوا أسيادهم وخلفائهم في إمبراطورية آسيا. هنا يؤكد سترابو أن عادات الميديين هي يعني الأرمن والفرس أخذوا من الميديين هذه العادات، والميديين كانوا أسيادهم في الإمبراطورية آسيا. والجغرافي يستمر سترابو في كتابه يستمر عن الكلام عن تأثير الميديين على الفرس، ويؤكد هذا التأثير في كتابه. يستمر سترابو ويقول: سرق الفرس كما يسمى الآن رياضة الرماية والفروسية والمراسيم الملكية وملابسهم والتبجيل اللائق بالآلهة الذي يدفعه الرعايا للأمير، وهي هذه التي أخذها الفرس من الميديين. هنا يؤكد سترابو بصورة علنية، يقول سرقة الفرس للعادات والتقاليد والحضارة، هاي أساس الحضارة التي سرقها الفرس من الميديين. طبعا هنا نرى نموذج في كتاب يوناني، وهناك كتب أخرى يؤكد نفس الحالة، أي أخذ الفرس حضارة الميديين. والدراسات الجديدة تؤكد تأثير الميديين، تأثير الحضاري للميديين على الفرس. هنا بحث علمي: The role of the Medes in the architecture of the Achaemenids، دور الميديين في معمار الأخمينيين أي الفرس. فالباحث مايكل روف يؤكد أن الميديين كان لهم تأثير على يعني المعمار الأخميني أي الفرس. فكما نرى هذا البحث الجديد يثبت ما قيل من قبل اليونانيين عن تأثير الميديين على الفرس، وكيف سرق الفرس الحضارة من الميديين. فهنا أعمال التنقيبات والدراسات العصرية تؤكد ما قيل من قبل اليونانيين، وتؤكد أن المعمار الميدي أثرت على الفرس. أتفق مع خزعل الماجدي في نقطة واحدة عندما يقول: يعني هذه لما احنا نبني بهالطريقة الأمور، صدقوني ما يبنى على خطأ سيكون خطأ في يوم من الأيام. نعم، ما يبنى على الخطأ يبقى خطأ. كما لاحظتم بنى خزعل الماجدي آرائه على أسس خاطئة. الفرق الرئيسي بين المؤرخ والروائي هو أن المؤرخ يعتمد على مصادر تاريخية لكتابة التاريخ، لكن الروائي يعتمد على تصوراته وأفكاره الشخصية. خزعل الماجدي تعامل مع التاريخ كالروائي وليس كمؤرخ. كما لاحظتم خزعل الماجدي ليس مؤرخا، لكن السؤال المهم: ما هو الغرض من التلاعب بالتاريخ الكردي؟ هناك مقطع من الفيديو يجاوب على هذا السؤال. الأكراد شعب متحضر الآن وموجود وعاش، وهو ليس قديم جدا بالمناسبة. كما لاحظتم خزعل الماجدي يقول الكرد الآن متحضرين، هذا معناه في الماضي لم يكونوا متحضرين. ملخص الكلام هو أن خزعل الماجدي ليس مؤرخا، وليس له المعلومات البديهية عن التاريخ، وهو شخص كاذب. أنا أستخدم كلمة كاذب بأمانة، فهو قال إن اللغة الكردية لغة غير مدونة، وليس هناك حروف كردية، وإن ليس هناك أي أبنية ميدية ولا أثر للحضارة الميدية ولا لغة. وقال إن الكرد ليسوا ميديين. فهذه حسب المصادر التاريخية معلومات كاذبة. لدى خزعل الماجدي عقلية شوفينية،
ويريد استعمال المعلومات التاريخية البسيطة لخدمة أغراضه الفكرية، وهي التلاعب بالتاريخ الكردي والقول لهم ليس لديكم لا لغة ولا حضارة ولا تاريخ. أنا لا أريد إضاعة وقت أكثر مع خسعل الماجدي، لكن هؤلاء الذين يريدون معرفة تاريخ الكرد وأصل لغتهم فإن كتابي موجود باللغتين الإنجليزية والكردية تحت عنوان The Lost and Untold History of the Kurds. سيكون الكتاب متوفرا باللغة العربية قريبا. يبين الكتاب تاريخ الكرد وأصل لغتهم، ويجاوب على الأسئلة المتعلقة بالموضوع، ويكشف المحاولات المماثلة والمتكررة للتلاعب بهذا التاريخ.